السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى ندلع الولاد شوية كده ونأكلهم أكل إيه اللي بيحبوه من بره بقى. يلا نعمل شوية شاورما كده وسندوتشات شاورما ونفرحهم بيه. معايا نص كيلو بانيه هنقطعه بقى شرايح كده من بتاعة الشاورما، ومعايا التوابل بتاعتي بودرة بصل وبودرة ثوم وملح وبابريكا وتوابل الفراخ. معايا نص كوباية لبن او علبتين 2 زبادي، ومعايا المستردة هنا بتخلي الفراخ طرية وجميلة. حطي بس وما تخافيش. هنقطع الشاورما بقى كده بالمنظر ده، نتبلها بقى وكلوا احلى شاورما من ايد بنوت. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، فلفل اسمر وكمون وشوية كزبرة صغيرين وتوابل فراخ، وحطينا المستردة نص كوباية لبن. هنقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها ونغطيها بستريتش ونحطها في التلاجة. ممكن تحطيها من بالليل، ممكن أقل حاجة تحطيها ساعة تتبل مع بعضها، حتى لو عملتيها على طول عادي. يلا بينا. معانا هنا بقى الفراخ بعد ما اتبلت ديت، ومعانا فلفل ألوان أصفر وأحمر وأخضر، ومعانا البصل، ومعانا مكعب زبدة هون. هناخد بقى الشاورما ونحطها على البوتاجاز وخليكم معايا. حطينا بقى حتة زبدة كده في قلب الطاسة وشوية زيت صغيرين. انتوا عارفين بالنسبة لنا الزيت والزبدة من المحرمات عند بنتي. هنحط بقى ايه الفراخ شوية شوية عشان لسه الزبدة ما عملتش. عشان ايه ما تنزلش المية بتاعتها كلها. الشاورما بقى بتاعتنا بعد ما حطيناها هنديها صدمة بقى كده لحد ما المية بتاعتها ديت تنشف، وبعدين نحط الخضار بتاعنا كله عليه. اسهل طريقة وابسط طريقة. دي بقى الشاورما بتاعتنا كده بعد ما الفراخ خدت صدمة كده والشربت شوية. هنحط بقى ايه الخضار بتاعنا معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا نجيبها من بره ولا من اي حاجة. احلى شاورما بيتي من اتشري. دي شكل الشاورما بقى بتاعتنا بعد ما خلصت. هنجيب البطاطس بقى ونجيب الجبنة الموتزاريلا ونجيب العيش ونلفه معاكم. يلا بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا. نحط بقى ايه شوية جبنة موتزاريلا كده، وبعدين نحط شوية فراخ، بذمتكم بيجي من بره كده بالمنظر والجمال ده. شوية. وده بقى خيار لسه مخللاه هو حالا. نحط بقى حتتين خيار برضو كده، وبعدين ايه نحط بقى شوية موتزاريلا كمان، ونأكل ولادنا بقى ايه سندوتشات بيتي جميلة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي السندوتش بتاعنا. هنكمل بقى بقية السندوتشات واوريها لكم بقى بعد ما تتحمر. ادي قلبنا السندوتش اهوت، حطينا حتة زبدة كده جميلة، شوية زيت، زبدة بقى متحمرة جمال الزبدة كده. وده الشكل بتاعنا ده لسه حطاه. شوفوا بقى نص كيلو بانيه هيعمل كام كمية بقى.
هنعمل 2 هما، ونرجع ايه نعمل كمان 3 ولا 4. ادي السندوتشات بتاعتنا، وعاملين لسه كمية كبيرة. ادي شكل الشاورما وجمالها. بألف هنا وشفا اللي ياكل. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك.